قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الآية دي بتقول لنا إن إحنا في صنف من الناس بيعبد ربنا عشان المصلحة، عشان ربنا يديله، فلو ربنا ما اداله بيكمل في طريق الخير، ربنا ما ادالوش بينقلب على وجهه والعياذ بالله حتى يخسر الدنيا والآخرة. وده والعياذ بالله تحقق في رجل بنى مسجد لكي يهتدي فيه ابنه، فابن ابنه ده أصر على العناد والأهواء والعياذ بالله حتى مات بجرعة مخدرات. فالناس بتعزي الراجل الجد دوت، فبيقول لهم انتوا بتصدقوه؟ هو بيرحم حد؟ هو بيدي حد؟ بيقصد ربنا سبحانه وتعالى. حتى ظل على هذا الكلام حتى مات كافرا ملقيا نفسه من فوق بيته والعياذ بالله، خسر